وسيناريو هيتشكوكي عزيزي المشجع الزملكاوي في ماتش الزمالك واتحاد العاصمه دلوقتي. اتحاد العاصمه بينهي لقاء ذهاب نهائي الكونفدراليه 2026 بفوز صعب جدا وبشق الانفس على نادي الزمالك 1-0 بضربه جزاء هيتشكوكيه في الدقائق الاخيره بعد هدف فردي ولوحه وطابلوه وبرازيلي واسمر وبيرقصها سامبا. خوان بيزيرا هو اللاعب الابرز في الدوري المصري السنه دي، هو افضل لاعب في الدوري المصري السنه دي، هو افضل لاعب في تيم نادي الزمالك السنه دي بلا جدال بلا نقاش. وخليني اقول لك عزيزي المشاهد ان انا مش هكلمك على اللي حصل في الاخر، لا انا هجيب لك من الاول. الزمالك قدم ماتش كبير قوي يا جماعه النهارده، واللي باين وبرز شخصيه الزمالك كده في ارض الملعب هو معتمد جمال. انا عايز اسقف لمعتمد جمال، والله عايز اسقف لمعتمد جمال اللي معاه لعيبه وسكواد. يعني اركن خوان بيزيرا على جنب، والله ان تيم نادي الزمالك الباقي هو ما ينافسش، هو بيني وبينك ما يوصلش، هي اسماء اقل من العاديه. يعني الله، حتى عبد الله السعيد اللعيب الجامد التاريخ الاسطوره ده راجل عنده 41 سنه يا جماعه، انت بتتكلم في ايه؟ لكن اللي يخلي شكل الزمالك وشكل اللعيبه واقفه على رجليها وانتشار مظبوط والند بالند طول الماتش وخوان بيزيرا افضل لعيب قاعد على الدكه، بان هنا قوه معتمد جمال، بان ان في شغل في الملعب، بان في نظام، بان في شكل وانتشار مظبوط لتيم نادي الزمالك. لحد الدقيقه 90 الراجل واخد اللي هو عايزه من الجيم، وفي الوقت المناسب نزل الورقه الرابحه بتاعته، والورقه الرابحه بتاعته كادت انها تخلص الماتش، خلصت الماتش. فعزيزي المشاهد اللي فيه نادي الزمالك النهارده وما وصل اليه نادي الزمالك النهارده والشكل والمنظر واختيار التشكيل المناسب لمدرب عارف هو عايز ايه من الماتش، فده قوه ذهنيه كبيره جدا لمدرب قاري ومتخيل سيناريو الماتش قبل ما يبتدي، في مدرب قدر يتعامل نفسيا مع لعيبته بشكل ممتاز ويخرج منهم اقوى حاجه واحسن حاجه. سكواد فرقه الزمالك يا جماعه ما يخرجش منه افضل من كده، اقسم لك بالله. وده يثبت لك ان مدرب قوي ذهنيا وتكتيكيا وفنيا مع شويه لعيبه جيده واحتياطي كمان يكاد يكون ما فيش احتياطي يا جماعه، يقدر يعمل منهم اي حاجه ويشكلهم على كيف يوصل لابعد المستويات. ولك في معتمد جمال خير دليل ومثال. طيب احنا عايزين بقى كده قلمه نهدى، لان الزمالك يا جماعه ما النتيجه اللي حققها الزمالك النهارده مش نتيجه وحشه، مش نتيجه، ما اقدرش اقول انها نتيجه سلبيه في ظل الاداء اللي انا شفته من الفرقتين، في ظل ان الزمالك واقف على رجله كويس قوي، في ظل ان تنظيم الزمالك كان ممتاز، ارتداد الزمالك في الهجمات المعاكسه كان جيد، تعامل المدرب وتسيير اللقاء كان احسن بكتير جدا من مدرب اتحاد العاصمه. لحد الدقيقه 90 انت بتفنش بجول لاخوان بيزيرا، لك ما لك وعليك ما عليك. انا عارف ان الكوره بتاعت حسام عبد المجيد هي ضربه جزاء، من وجهه نظري هي صحيحه. الراجل طلع في التحام مع المهاجم بتاع اتحاد العاصمه، طلع بركبته في ظهره، دي اول غلطه. تاني غلطه الكوره نزلت على ايده، فبنسبه 90% تتحسب ضربه جزاء، خلينا منصفين. وفي كره قبلها لمحمود الونش اشترك فيها برضو مع مهاجم اتحاد العاصمه، ومحمود الونش ما وصلش للكوره بيني وبينكم. ولكن الواحد ليه نظره للماتش، الزمالك في استاد القاهره هياكل الفرقه دي، الزمالك وسط جمهوره 60,000 متفرج هيدعفل اتحاد العاصمه. تعالى لي يا عم بزيرة يا احسن لاعب في السيزون في مصر كليا اخوان بزيرة، ايه الجوهره اللي خدتيها، ايه عوض ربنا جمهور نادي الزمالك ده، ايه اخوان بزيرة ده يا جماعه، مش ممكن يا جدعان. لعيب بامكانيات ممتازه جباره، هو حته من، يعني انا مش عايز ابالغ، والله ما عايز ابالغ واقول حته من ميسي. الراجل ده موهوب عنده دريبلينج وتحكم في الكوره بشكل ممتاز، والراجل ده بيتطور بشكل كبير جدا. اول ما جه نادي الزمالك بزيرة ما كانش في الفينش كده، ما كانش اللعيب اللي بيعدي ويروح يفنش، ما كانش اللعيب اللي يجي له كوره قدام الجون من ضمن 3 كور كان ممكن يسجل كوره، او من ضمن 4 كور. دلوقتي ما شاء الله الراجل بيروح بيعدي بيوصل للجون بيسجل بيخلق. الراجل نزل معتمد لقى نفسه اتزنق في ماتش سموحه، قال لاخوان الحقني يا اخويا، اخوان نزل 10 دقايق هوب خلص الماتش، حطها له عدايه دباغ في ال6 ياردة، خلص 3 نقط بدوري للزمالك.
والنهارده لولا التدخل او الكره بضربه الجزاء بتاعت حسام ابن كان حسم الكونفدراليه. ايه يا عم اخوان ده؟ ايه يا جدع، ايه يا زمالك العوض بتاع ربنا ده؟ والله يعني تستحقوا، والله اللي حصل فيكم مش شويه برضه، والله تستحقوا يا جماعه. اتبسطوا ببزيره وحافظوا عليه، حافظوا عليه. الزمالك هيرجع في العوده، ومش عايز اقول هارد لك للزمالك النهارده، الزمالك قدم ماتش كبير، وتحيه وشابوه معتمد جمال.